بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على إزاي الخشوع والاطمئنان في الصلاة. ناس كتير احنا في عصر السرعة وعندنا مشاغل، أو حد ما عندناش، ما بيدوش للصلاة قدرها، بتبقى بالنسبة لهم ممكن تبقى عبء عليهم. يقولك يلا ننطر العصر بسرعة، يلا يعني بدل ما كان النبي عليه السلام كان بيقول أرحنا بها يا بلال، دلوقتي لو الناس اللي موجودة دلوقتي يقول لك يلا قيم بسرعة أرحنا منها يا بلال، لو كان سيدنا بلال عايش لغاية دلوقتي. طبعا الفرق في المعنى كبير جدا. الصلاة هي الصلة الوحيدة اللي في أركان الإسلام اللي ملهاش عذر، موجودة لغاية من أول ما الإنسان يبلغ ويتحاسب لغاية ما يتوفى. الصلاة فيها كل أركان الإسلام الباقية، من شهادة، من الشهادتين، من الصيام هو جزء، اقتطاع جزء من الحرمان من الأكل والشرب، برضه ده حرمان من الأكل والشرب. الزكاة اقتطاع جزء من ملك، ما انت ده اقتطاع جزء من وقتك، ووقتك هو هو اللي بتجيب بيه المال. بتتوجه به للقبلة، يبقى كأنه زي الحج. فهي فيها كل أركان الإسلام، وفي نفس الوقت هي اللي ملهاش عذر، زي الزكاة معكش فقير، ما عندكش النصاب، زي الصوم مش قادر صحيا أو مسافر، زي الحج مش مستطيع. كل ده ليه عذر. الشهادتين بنقولها مرة واحدة في العمر، لكن هي الصلاة اللي بتفضل معاك. زمان كان الصالحين كانوا اما بيقولوا الله اكبر تكبيرة الاحرام ما بيحسوش بالدنيا واللي فيها من كتر الخشوع، لدرجة ان احد الصالحين كان الاطباء قالوا له لازم تتبتر رجلك، وما كانش في بنج زمان، فقالوا ابتروها، طيب اقطعوها وانا بصلي، وقطعوها فعلا هو بيصلي وما حدثش اي الم. وبعد ما خلص صلاة قال لهم، سألهم انتوا قطعتوها ولا لا؟ فشوفوا درجة الخشوع في الصلاة عاملة ازاي. الاطمئنان هو لازم يبقى فيه اطمئنان بين كل ركن، مش تبقى بالسرعة الرهيبة اللي ممكن واحد ياخد 4 ركعات في دقيقتين او في 5 دقايق. لازم من الاطمئنان والخشوع في الصلاة عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها، مش بس يسقط عنك الفريضة مبقاش ليها ثواب. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا وعلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.